تصعيد كبير بين الجزائر وفرنسا الآن، هل راح تتخلط من جديد، خاصة بسبب من المدعو بوعلام صنصال وكذلك تهجمه حتى على المخابرات الجزائرية، وكذلك كيفاش قال على الرئيس بون مجددا. واش راح يصرى؟ صلوا على النبي وداروا لنا الاعجاب والاشتراك. متابعينا، تصعيد غير مسبوق خاصة والاعلام الفرنسي راه غير يحرض على الجزائر، ولكن دوك نسمعوا مع بعض حتى بالترجمة هذا المدعو بوعلام صنصال واش قال على الجزائر. وثاني هو راه يستعمل مثل ما يستعمل بعض الساسة الفرنسيين وحتى بعض اليمينيين والاحزاب المعوجه تما ضد الجزائر، ولاو يستعملوا لفظ على اساس النظام الجزائري، ما بقاوش حتى يستعملوا كلمه الجزائر. تخيل باش تشوف حقدهم الدافين على الجزائر. نسمعوا ولا نسمعوا اول الشق الاول ومن بعد نجيو على مسنصال. والغريب في الامر انهم يستعملون غادي يستعملون كلمه النظام. هذه كلمه لا تليق. نحن لم نقل النظام الفرنسي، دائما نقول الدوله الفرنسيه، الحكومه الفرنسيه. كان من الوقاحه ان يقولون النظام الجزائري. لا يمكن القول بهذه. هم يستعملون هذه الكلمات. من يستعملها؟ لهذا متابعينا راكم تشوفوا الدرجه اللي ولا يستعمل فيها جماعه برونو روتايو، ماري لوبان، جوردان بارديلا وغيرهم الكثير. حتى وسائل الاعلام الفرنسيه ولا تتعمد تحاول تستفز الجزائر بحكايه النظام الجزائري، وحتى انه بوعلام صلصال ولا يكذب على المخابرات الجزائريه، والاكثر من ذلك ولا يطيح حتى في الجزائر وفي عقيدتها وحتى في نسمعوا مع بعض باش ما نحرقوش متابعينا بقيه التفاصيل. نسمعوا مع بعض. وهنا الاخير متابعينا يدعي باللي يتلاقى مسؤول جزائري على اساس في الحبس تما وحتى يهضر على المخابرات الجزائريه، ويدعي على اساس انه هما ساوموه. سالوه باللي لو كان في حاله خروجك قبل ما يخرج من الحبس، سالوه قالوا له لو كان تخرج من الجزائر مثلا هل تولي تطيح في الجزائر وتستمر في التهجم عليها وتحاول تشوهها باي طريقه. الاخير سمعوا الاجابه تاعو اللي باش تفهم باللي فرنسا راهي في اطار على اساس تلعبها بيد للصلح، ويد الاخرى راهي غير تحاول تغدر بالجزائر. والجزائر على هذه شفنا الرئيس بون ما حبش يلتقى بماكرون وتجنب، وكذلك راه هذاك التحمس الكبير من طرف فرنسا للصلح مع الجزائر لم يقابله اي تحمس من طرف الجزائر، لانه الجزائر ما حبش تخفي فخ فرنسا. سمعوا مع بعض. الاخير يدعي وقال له على اساس الاجابه تاعو كانت باللي انا عمري ولا انتقدت مثلا الجزائر، انا انتقدت فقط النظام الجزائري، لانهم خلاص ولاو يستعملوا هذه حكايه النظام باش تفهم العقليه الفرنسيه كيفاش راهي حابه تصغر من صوره الجزائر وحاولت تشوهها باي طريقه. وكذلك يدعي باللي انا راني انتقد في الديكتاتوريه، هذا ما كان على اساسه يتهم في الرئيس بون بهذا الامر باش تفهم باللي فرنسا صراحه ما فيهاش الامان. ومن الاحسن اصلا فرنسا لو كان ما تقدمش هذيك التنازلات الكبرى وتنفذ الشروط الجزائريه ما عنده علاش الصلح معها صراحه. والاخر يدعي ويهضر حتى على الدين، كيفاش انت ما لازمكش تطيح في الدين على اساس سالوه هو ولا حتى يسخر من مثلا الجهه الجزائريه اللي سالته على هذا الامر. المهم ما حددش الاسم تاعو، ولكن يقول ولا يسخر منهم كيفاش ولاو يسالوا فيا ويقولوا لي انت كيفاش تبقى تطيح لنا في الدين، تبقى تطيح لنا في كذا ولا. هو قال لهم على اساس نبقى نحط هي حتى ونطيح على الدين راه يقول باللي راني نستمر في نفس النهج، نبقى بنفس العقليه تاعي السابقه ونبقى نطيح في الدين، نبقى نطيح في الجزائر، نتهم المسؤولين تاعها، نتهم في الجيش، حتى في جدودنا اللي حررنا بلادنا نفس الامر راه مازال بنفس العقليه. راه مثلا راكم شفتوا بعض الاوصاف ما نقدروش نذكروها واش قال في اللي حررنا بلادنا واللي حرروا بلادنا باش هو بقى مثلا دا الحريه وعاش في الجزائر وكان مسؤول في الجزائر. ملي راح لفرنسا قلب الفيستا ولا خان الجزائر ودار عليها. ولكن متابعينا نكملوا مع بقيه التفاصيل. صراحه انا راسك يحبس حتى بخصوص ويدعي بلي انه ما كان حتى حاجه مقدسه لا دين لا حتى حاجه. انا عندي حريه على اساس ما راه يقول عندي حريه تعبير نطيح في كلش واحد ما يشدني ونكمل في هذا المسعى. تخيل هذا المدعو على مصصال وين وصلت به درجه الوقاحه. وراه يدعي باللي مادام الدستور الجزائري يحمي مثلا حريه التعبير يطيح في اي حاجه. ما كانش لا دين لا جيش لا جدودنا لا تاريخ لا حتى تقسيم الجزائر، كل حاجه دخلها على اساس في اطار حريه التعبير. تخيل هذا المدعو على مصنصال يخرج ويقول فرنسا مثلا يحرف التاريخ الفرنسي ويقول باللي المدينه الفرنسيه الفلانيه والمدينه والمدن العديد من المدن الفرنسيه راهي ماشي تاع فرنسا، لازم تاع الدول تاع العديد من الدول الاوروبيه. كل دوله كل مدينه لازم بعض المدن تاع الدوله الفلانيه وبعض المدن تاع اسبانيا وبعض المدن تاع الفلانيه لازم فرنسا ترجعهم. هل راح تقتلوا فرنسا وتخليه مثلا يحاول يشعل لهم الفتنه تما ويحاول يشوه فرنسا؟
ولو كان يروح يبدا يطيح في دين الفرنسيين مثلا ويطيح ليل ونهار، هل راح يخليوه عادي يخرج في وسائل الاعلام ويحطوه هو كبطل قومي؟ ما يخليوهش. لهذا سنقول عجيب من هذا المدعو على مسلسل يحاول يشوه الجزائر باي طريقه وراه غير يستفز فيها. ولكن متابعينا نكملوا. Et ce soir, on va dire contrainte, limitée, bridée. Oui, oui, en quelque sorte, là, وكذلك متابعينا حتى انه لو كان نزيدو نكملوا مع باختصارا واش راه يقول الاخير، انه اصلا الاخير انا شفنا باللي بعض وسائل الاعلام الفرنسيه وبعض المسؤولين الفرنسيين وحتى بعض الاعلاميين الفرنسيين ولاو ينتقدوا في الحكومه الفرنسيه بشده، ويقولوا لها راك انت تحاولي ديري تضييقات على بوعلام مسلسل، خليه يطيح في الجزائر كما يحب، خليه مثلا يهاجم في الجزائر ليل نهار في تاريخ تاعها، خليه يرجع لنفس الاشياء اللي كان يديرها من قبل. لانه بعض الاطراف الفرنسيه ما عجباش الحل من ماكرون من استقبل هذا بوعلى مسلسل بعد رجوعه مباشره من المانيا عفوا. كانت ما حبش يدير له حتى لقاء يعني كبير جدا ويصوروا امام وسائل الاعلام وكلش. ولكن هذاك الشيء اللي كان اغضب كثيرا اليمينيين الفرنسيين واللي قاعدوا يضغطوا على الحكومه الفرنسيه ويحاولوا يوصلوا لبوعلى مسلسل، حتى وصلوا له في نهاية المطاف. وراه الآن داير ضجة تما في فرنسا، وكل وسائل الإعلام الفرنسية خاصة اليمينية المعوجة اللي حقدها على الجزائر راهم يتهافتوا عليه، كل وحدة راهي حابة تطلعوا عندها غير باش يشوفوه يطيح في الجزائر ويشفي لهم غالي لهم في الجزائر صراحة، خاصة أنهم راهم محقدين جدا على الجزائر، بما انه حسب ادعائهم انه الجزائر عفصت عليهم، انه الجزائر دلتهم حتى في حكايه بوعلى مسلسل، وانه الجزائر بهدلت بهم ودلتهم امام المانيا والعديد من الدول الاوروبيه، بما انه فرنسا فشلت في اخراجه حتى ولات تترجى في المانيا وغيرها. ولكن نكمل. يستعملون النظام نادين مورانو، مارين لوبين، بارديلا، إريك سيوطي، وباقي الشله، فعليهم ان لن يهضموا بعد اخي قاده ان الجزائر الفرنسيه انتهت. وانا قد صرحت في كثير من القنوات الفرنسيه عفوا العربيه ان عهد الجزائر الفرنسيه انتهى. الجزائر الدوله سياده، وهي ما راهمش حاملينها، لانه لحد الساعه مازالوا العديد من الاطراف الفرنسيه لم يهضموا كيف انه الجزائر ذات الاستقلال، وكيفاش الجزائر طردتهم من اراضيها شر طرده، وكذلك كيفاش الجزائر ولات دوله ذات السياده، والجزائر ايضا ولات مثلا متابعينا تمنع فرنسا وتعامل معها بالند، وحتى انه الجزائر من تحب فرنسا تفرض عليها كاش عقوبه، الجزائر ترد بعقوبات اثقل وبكثير. وبما انه فرنسا حاولت لي درع الجزائر، في نهاية المطاف الجزائر هي اللي قامت بلي درع فرنسا وردعتها، والجزائر راهي ما سمعش بالصلح مع فرنسا، راهي حابة الصلح لو كان يجي بنوايا حسنة. ولكن بما أنه فرنسا راهي غير تحاول تدي مثلا صلح سريع جدا ومباغت مع الجزائر وتقفز على جميع الشروط، هنا كان الصد الجزائري والجدار مانع جدا وقوي ومتين باش فرنسا ولا ماكرون ما يقدرش يراوغ الجزائر. تقدم الشروط الفلانية وتنفذ الشرط الفلاني والشرط الفلاني وتقدم التنازلات الفلانيه وترجع خاصه لملف الذاكره والتجارب الفرنسيه في الصحراء الجزائريه، وتعتذر على كامل الشيء اللي دارته، وتعدل العديد من الاتفاقيات اللي راهي طالب فيها الجزائر صح. اما غير ذلك انسى فرنسا باش تقدر تخدع الجزائر ولا تقفز لها على شروطها. وهذه اصلا الجزائر عندها العديد من البدلاء، رانا شفنا دارت حلف قوي مع امريكا ولا مع الصينيين ولا مع الروس ولا مع العديد من الدول الاوروبيه. لهذا صراحه فرنسا هي اكبر الخاسرين.